ازيكم؟ النهارده هنعمل مع بعض ميني باتيه بحشوات مختلفة. هنتكلم مع بعض عن كل أسرار نجاحه. طبعا هو مناسب للفطار بدل العيش الفينو أو ممكن كمان لللانش بوكس للولاد. هنتكلم مع بعض ازاي تفرزيه أو تحتفظي بكمية في الفريزر ويطلع معاكي كأنه لسه طازة. هقولك ازاي تطلعيه هش ومورق وكمان طري أحلى من اللي بتجيبيه من الأفران. بصوا العجينة حلوة ازاي. يلا تعالوا نجرب الطريقة مع بعض. في البداية أنا هجهز الخميرة بتاعتي. معايا نص كوباية من المية يعني حوالي 100 ملي مية فترة عادي من الحنفية. ضفت عليها معلقة كبيرة من الخميرة الفورية حوالي 10 جرام أو الكيس الصغير بتاع الخميرة ده تقدري تستخدميه كامل. وضفت معاها معلقتين كبار من السكر وقلبت كويس قوي وهسيب الخليط ده على جنب مع بعض عشان يتفاعل حوالي كده 10 دقايق ولا حاجة. بعد كده هجهز بقى المكونات الجافة. معايا نص كيلو من الدقيق. ضفت عليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وضفت كمان حوالي نص معلقة ممسوحة من الملح. وحطيت معلقتين كبار من اللبن البودرة وده يعني حاجة اختيارية. طبعا اللبن البودرة بيدي قيمة غذائية زيادة للعجينة وكمان ريحة وطعم حلو قوي. طبعا لو مش عندك مفيش مشكلة، مش لازم تستخدميه خالص. قلبت بقى كل المكونات دي مع بعض، جهزتها كده وهسيبها على جنب. بعد كده في بولة أو في العجان اللي انت هتشتغلي فيه معايا حوالي كوباية إلا ربع من اللبن. ومعايا كمان حوالي ربع كوباية من الزيت يعني حوالي 50 جرام، طبعا زيت نباتي أو زيت يكون جودته كويسة. ومعايا بياض بيضة طبعا متوسطة بدرجة حرارة الغرفة. وطبعا هضيف الخليط اللي أنا عملته بتاع الخميرة. بصوا تفاعل ازاي وعمل رغاوي كده. الخميرة بتاعتي نتيجتها كويسة أو صلاحيتها مظبوطة. هضيفها على الخليط ده وهقلب كل المكونات دي مع بعض كويس قوي. اهو بصوا قلبتها مع بعض كويس قوي. طبعا لو هتعجني على ايديكي هتكون الدنيا سهله معاكي جدا، او حتى لو في العجان برضو هيسهل عليكي الدنيا. انا طبعا عشان يعني اسرع الوقت شغلت العجان وضفت كمان الدقيق او الخليط اللي انا عملته، اللي هو الدقيق والبيكنج باودر واللبن البودره. وهعجن في العجان مده ما تقلش عن 7 دقائق. طبعا عشان العجينه تطلع معاكي مظبوطه لازم تعمل عرق شويه او تشد معاكي شويه. ما تستعجليش عليها خالص، لازم تعجنيها كويس قوي عشان تطلع معاكي طرية ومظبوطة. اهو بصوا انا طبعا المكونات كانت مظبوطه بالشعره. عايزه اقول لكم ان انا ما ضفتش اي ميه زياده او اي سوائل زياده، كانت مظبوطه جدا. طبعا انواع الدقيق بتختلف، فلو حسيتي ان العجينه محتاجه سوائل زياده ممكن تضيفي معلقه او معلقتين ميه بالراحه خالص. والعكس صحيح، لو العجينه لسه بتلزق او حسيتوا ان هي لسه ماسكه في البوله تقدروا تضيفوا برده معلقه او معلقتين دقيق بس بالراحه خالص. يعني ما نضيفش مره واحده، لازم رشه بالراحه خالص لغايه ما تلم معاكم. طبعا لميتها كلها كويس قوي وعملت كده مسحة زيت كده بإيدي على وش العجينة وغطيتها بستريتش راب وعليه فوطة وسبتها تخمر مدة ما تقلش عن ساعة. طبعا لو الجو حر بتاخد حوالي نص ساعة مش أكتر من كده، لو الجو برد شوية بتاخد معاكي من ساعة لساعة ونص وتكون خمرت. عقبال ما العجينة بقى تخمر معايا أنا جهزت الحشوات اللي هحشي بيها الباتيه. طبعًا أنا معايا شوكولاتة، شوكولاتة مطبخ اللي هي شوكولاتة خام. قطّعتها كده مربعات، بس هي كانت يعني معصلجة معايا شوية عشان كانت في التلاجة. لكن لو لسه شارياها هتتقطّع معاكِ بكل سهولة. قطّعتها مستطيلات كده، كل بلوك من الشوكولاتة قطّعته ل3. أهو بُصّوا عملت 3 مستطيلات وجهّزت الحشوة بتاعتي وركنتها على جنب. طبعًا أنا معايا حشوات تانية. معايا جبنة مثلثات أو جبنة نستون. طبعًا تقدري تختاري أي نوع جبنة، أنا عشان باوريكِ كذا نوع يعني عشان أسهّل عليكِ. طبعًا مثلث الجبنة النستون بتقطعيه ل3، بتقطعي القاعدة كده في مرّة وبعد كده بتقسميه نُصّين وتجهّزي الحشوات. وطبعًا الحشوة الأساسية معايا النهارده هي الجبنة البراميلي، لإن الباتيه يعني بيحب نوع جبنة يكون حادق شوية. ممكن جبنة براميلي أو جبنة اسطنبولي. طبعًا أي نوع ينفع، ممكن فيتا، ممكن قريش، اللي يريحِك. ولكن الجبنة البراميلي كانت طعمها مميز أوي وكانت واضحة زي اللي بنجيبه من الأفران وأحلى كمان. طبعًا العجينة خمرت، بُصّوا طرية معايا إزاي. قطّعت كده منها أول كورة، هي هتتقطّع معاكِ على حوالي 3 كِوَر. أول كورة معايا قطّعتها وسِبت الباقي في البولة.
طبعًا حطيتها على السطح اللي أنتِ هتشتغلي عليه، وهتفرديها كده بالمردنة أو النشابة، تفرديها بالراحة خالص، هي تتفرد معاكِ بكل سهولة. طبعًا العجينة ما بتكونش طرية أوي، يعني بتكون تحسّوا كده إن هي شادة معاكم أو ناشفة معاكم شوية، يعني ما بتكونش طرية أوي زيادة عن اللزوم زي عجينة البيتزا مثلًا، لأ بتكون شادة معاكم كده، فأنتم بالراحة خالص تشكّلوها، هتتشكِّل معاكم كويس أوي. وبعد كده عملتها على شكل مستطيل، وبالقطّاعة كده قطّعت مستطيلات متساوية على قد ما قدرت. طبعًا أول 2 أنا هاعملهم دول هيبقوا تجربة، ده هيكون مقاسه كبير. طبعًا جهّزت كده معلقة زبدة سايحة أو ممكن معلقة سمنة أو زيت اللي يريّحِك، بس أنا استخدمت زبدة عشان يكون الطعم كويس، وحطيت فيها الجبنة، وبعد كده برمت العجينة كويس أوي، لفّيتها كده بالراحة. طبعًا أنتِ يعني بتبرمي العجينة وتشدّي كده شوية عشان العجينة ما تكونش مرخية، لازم تشدّي كده بإيدِك بالراحة شوية عشان تعمل معاكِ طبقات والعجينة ما تكونش مرخية معاكِ. وبعد كده لفّيتها قفلت كده الجناب كويس أوي، وكمان القاعدة بتاعتها، وحطيتها في صينية تخمر مرّة تانية. جهّزت بقى باقي الحشوة، طبعًا الشوكولاتة قفلت من الجناب، لازم تقفلي كويس أوي من الجناب عشان الشوكولاتة ما تسيحش وتطلع برّه. طبعًا ممكن تستخدمي شوكولاتة سايحة، ممكن شوكولاتة نوتيلا، أي شوكولاتة عندِك تنفع. حتى ممكن كمان شوكولاتة عادية اللي هي المغلفة اللي بتتباع في السوبر ماركت، ممكن برضه أي شوكولاتة هتنفع معاكِ وهيعجب الولاد أوي. أهو بُصّوا بابرُم العجينة وبعد كده باشدّها ببساطة أوي، وأقفّل من تحت كويس أوي عشان العجينة ما تتفتحش معايا. وكمّلت بقى بقية العجينة كلّها أو بقية الكمية كلّها بنفس الطريقة. طبعًا باحط الجبنة أو الحشوة بابرم العجينة كويس أوي. طبعًا أول حاجة بادهنها فرشة زبدة زي ما وريتكم، طبعًا أنا اختصرت كل الكمية، بس أنا وريتكم عينات كده واختاروا المقاس اللي يعجبكم والحشوات اللي تريحكم. حتى ممكن كمان تعملوها سادة، يعني هي العجينة لوحدها تكفي بصراحة. أهو بُصّوا هاسيبها بقى تخمر، غطيتها بكيس وعليه فوطة، سِبتها حوالي تِلت ساعة يعني مش أكتر من كده، ترتاح بس والعجينة تعلى شوية. طبعًا دول أول 2 أهو أنا عملتهم، كانوا جاهزين معايا، وده صفار البيضة اللي أنا قُلت لكم عليه في أول الفيديو، حطيت عليه معلقة لبن، معلقة حليب، وحطيت كمان رشة من الفانيليا، كانت الريحة حلوة جدًا. دهنت بيه وش الباتيه ودخّلته الفرن على طول. طبعًا الفرن أنا مشغّلاه من قبل على درجة حرارة 200 الفرن يعني كان سُخن وجاهز إن أنا أدخّل فيه الباتيه. اوعوا تدخّلوا يا جماعة المخبوزات أو الباتيه أو أي أنواع مخبوزات عندكم على درجة حرارة منخفضة، لإن كده ممكن يعني العجينة تنشف معاكِ أو هتاخد وقت أطول في الفرن وهتنشف معاكِ. طبعًا أهي الكمية كلّها، مسحت الوش كلّه بصفار البيضة. لو مش عايزة تستخدمي بيض ما فيش مشكلة، ممكن تعملي مسحة لبن مع الفانيليا هتدّيكِ برضه نتيجة كويسة جدًا. وممكن كمان ما تضيفيش بياض البيضة داخل العجينة، ولكن أنا بما إني يعني استخدمت البيضة، فقُلت هاحط البياض كقيمة غذائية داخل العجينة، وكمان الصفار يكون للوش عشان يدّينا لون حلو. طبعًا تقدري بقى تضيفي رشة سمسم، رشة زعتر، حبة البركة، اللي يريحِك. أنا استخدمت للجبنة رشة سمسم مع الزعتر، والشوكولاتة سِبتها سادة عشان تكون مميزة، عشان تكون معروفة يعني إن دي اللي بالشوكولاتة. دخّلتها بقى الفرن، بُصّوا شكلها حلو إزاي، وهي منتفخة كده وهشة وجواها هوا، والشكل الملفوف ده عامل شكل حلو جدًا. طبعًا بتقعد في الفرن حوالي من 12 دقيقة لربع ساعة مش أكتر من كده، عشان تطلع معاكم طرية. أول ما بتطلّعوها بتغطّوها كده بفوطة وتسيبوها تهدى عشان الوش ما ينشفش معاكم. بُصّوا شكلها حلو إزاي واللون كمان حلو إزاي، كانت ريحتها حلوة جدًا وطعمها كمان كان ممتاز، ممتاز. أتمنى إن أنتم تجرّبوها وتقولوا لي رأيكم، يعني أنا باقرا كل التعليقات وهاستنى رأيكم. بُصّوا من جوّه عاملة إزاي، مورّقة جدًا والعجينة هشة وطرية و وبُصّوا بقى الشوكولاتة كانت حلوة برضه. تقدروا بقى تتحكموا في كمية الحشوة سواء كتير أو قليل، بس يا ريت ما تكتروش بالذات الشوكولاتة عشان ما تطلعش من الجناب ويبقى شكله كده مش حلو. طبعًا بعد ما بيبرد تقدري تشيليه في علبة بلاستيك أو في كيس وتشيليه في الفريزر، لمّا تعوزيه منه تطلّعي منه على الميكروويف على طول هيطلع معاكِ أكنه طازة بالضبط.
طبعًا هو سعره غالي في الأفران، جرّبوا بقى تعملوه في البيت بمكونات بسيطة، وأي كمية من الدقيق تقدري تشتغلي عليها، هيعجبِك جدًا. شكرًا ليكم وباي باي.